ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض الباستا فلورا بالمربى وبالشوكليت. والباستا فلورا من اسهل والذ الحلويات اللي ممكن تعمليها ونتيجتها دايما مضمونه. محتاجين 3 كوبايات دقيق، 2 بيضه، معلقه كبيره بيكنج باودر وطبعا فانيليا، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زيت على سمنه، مربى مشمش للتزيين، وصوص شوكليت للتزيين. الصوص ده انا عاملاه في فيديو قبل كده، هحطلك اللينك بتاعه. بس هو عموما نص كوباية كاكاو مع نص كوباية لبن حليب مع نص كوباية سكر بودر مع نص كوباية لبن بودر. هتضربي الأربعة مع بعض في الخلاط كويس قوي. بعد كده هتحطي لهم نص كوباية زيت، هتنزليه كده زي الشريط عليه، وهتنزلي هتلاقي أحلى صوص شوكليت ممكن تاكليه. بعد بقى ما عملنا صوص الشوكليت هناخد المربى بقى بتاعتنا. هنعملها ازاي؟ انا طلعت كيس من الفريزر مشمش، وقطعته صغير زي ما انتي شايفة كده. الكمية دي حوالي تلت كيلو. حطيت عليها كوباية الا ربع سكر، غلفت المشمش بالسكر من بره كده، وسبته بقى ركنته ساعة لحد ما ينزل ميته والسكر يدوب فيه خالص. بعد ما ركناه ساعة بقى شكله كده. هحطه بقى على النار. المربى لما تبدأي تعمليها هنهدي النار خالص في الأول، ما تعليش النار في الأول. هنهدي النار خالص لحد ما تغلي. لما تغلي هيطلع لها فوم كده، او الريم ده لازم تشيليه. بعد ما هدينا النار كده هتسيبيها حوالي 5 دقايق، تقلبيها من وقت للتاني. وبعدين هتلاقيها بقى نزلت كل المية بتاعتها، الصوص بتاعها كله نزل كده. هتعلي بقى عليها النار علشان تنشف شوية وتبقى بالشكل ده. بعد ما خلصتها انا ضربتها بالهاند بلندر عشان تبقى حلوة للتزيين. أخدنا بقى السكر معاه السمنة على الزيت وبمضرب البيض 3 دقايق. بعدين حطيت البيض وتضربي دقيقة واحدة طبعا مع البيض الفانيليا. خلصنا كده. أخدت معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، حطيتها على الدقيق وقلبت. وبدأت أخد منه أنخل شوية وأحط على الخليط السائل. أول كمية دقيق اعمليها بالمضرب، مضرب البيض. بعد كده بقى الكمية هتتقل كده معايا، مش هنعرف نحرك فيها المضرب، فقلبي بالمعلقة. احنا مش هنعجن، احنا بس هنلم العجينة معانا. خلصت العجينة كده، هنرش حوالي معلقة دقيق على البورد بتاعنا كده ونلم عليها العجينة. وتلفيها بقى بورق زبدة، او تلفيها بكيس نايلون كده زي ما انا بلفها، وتدخليها التلاجة مش اقل من ساعة لحد العجينة ما ترتاح. بعد الساعة طلعيها، اقطعي الربع بتاعها، ربع منها يعني، ولفيه تاني بنفس الكيس ودخليه الفريزر يتماسك شوية. الصينية اللي استعملتها، أنا عملت مقدارين على فكرة علشان عملت صينيتين. المقدار اللي عملناه ده لصينية مقاس 30. طبعا تدهنيها الأول زبدة أو سمنة أو زيت اللي يريحك، وتفردي فيها العجينة بالشكل ده، تبقى كلها نفس الارتفاع من تحت، وتعملي الجوانب بالشكل ده كده. وبعدين بالشوكة وهنعمل كده علشان ما يبقاش فيه ايه، جزء يعلى عن جزء. وهنبدأ نحط المربى بتاعتنا. طبعا الكمية اللي تحطيها حسب ما تحبي، يعني كتريها او قلليها حسب ما بتحبي طعم المربى فيه. حطينا بقى كده. بعد كده طلعنا ربع العجينة اللي حطيتها في الفريزر، وبدأت أفردها بالنشابة. فردت تحتها دقيق وفوقيها دقيق كده، وتفرديها بالنشابة. وعندي قطعات صغيرة بشكل نجوم وقلوب، قطعت بالشكل ده وزينت الصينية. لو تحبي بقى بالمبشرة وتبشريها، لو كده أسهلك اعملي اللي يريحك. أنا حبيت أعمل لك شكل كده ظريف للتزيين. زينت كده أول صينية. بعد كده طبعا هدخلها الفرن. شايف شكلها جميل قوي. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، تحطيها على الرف الوسطاني. أخدت حوالي 25 دقيقة لحد الحروف بتاعتها ما احمرت كده. رحت فاتحة لها الشواية، ما أخدتش أكتر من 3-4 دقايق في الشواية، وطلعت بالشكل الجميل ده. هنعمل الصينية التانية بنفس الطريقة برضو. هتفردي، هيبقى ارتفاع العجينة في الصينية حوالي نص سنتي. وبعدين حطيت بقى صوص الشوكولات اللي عملناه، وزينت بنفس الطريقة. ودخلت برضو الفرن على نفس درجة الحرارة. طلعت بالشكل الجميل ده. الاتنين أحلى من بعض، وإن كانوا بقى الولاد بيحبوا طبعا اللي بالشوكليت أكتر، لكن اللي بالمربى جميلة قوي. لو تحبي طبعا تغيري نوع المربى ده براحتك، يعني أي نوع مربى عندك حطيه.
بس اضربيه بس بالهاند بلندر أو اضربيه في الخلاط علشان ما يبقاش فيه إيه، حتت سليمة، يعني المربى ما يبقاش فيها حتت سليمة. وتقطّعي بقى وتقدّمي. شايفة لون السِوَى، شايفة ارتفاع العجينة من تحت قد إيه، ارتفاع الكيك. حلوة جدًا وبسيطة وسهلة، والباستا فلورا من الحاجات اللي باقول لِك نتيجتها مضمونة جدًا، يعني ما فيش مجال إن هي تفشل معاكِ. وبعدين إيه يعني عايزة تعمليها تقومي هتلاقي كل طلباتها عندِك إن شاء الله، طلباتها مش مُبالغ فيها خالص يعني. وبألف هنا، ولو عجبتِك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.